بمغربية الصحراء ثابت دون تغيير. قال ماتيو ميلر المتحدث باسم الوزارة الخارجية الأمريكية إن بلاده اتخذت بالفعل خطوة الاعتراف بمغربية الصحراء وأن هذا الموقف لم يتغير. أشار ميلر خلال مؤتمر الصحفي ردا على سؤال حول موقف واشنطن بعد الاعتراف الإسرائيلي بسيادة المغربية على الصحراء إلى أن موقف الأمريكي لم يتغير رغم تغيير إدارة من ترامب إلى جو بايدن. كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أنهى فترة رئاسته في دجنبر 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وإسرائيل يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة ودولة العبرية. وأشار ميلر إلى أن السياسة الأمريكية التي تم الإعلان عنها في دجنبر 2020 لم تتغير، وأكد على دعم واشنطن لستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي مستدام للصحراء. وبخصوص وعد المتأخر متعلق بافتتاح قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية في الداخل، قال المسؤول الأمريكي إنه لا يتابع تطور هذا الأمر. تأتي هذه التصريحات الأمريكية عقب إعلان ديوان الملك أمس الثلاثاء عن تلقي الملك محمد السادس لرسالة من وزير الأول لدولة إسرائيل بنيامين نتنياهو يعلن فيها اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الأراضي الصحراء. وجاء في بلاغ الديوان الملكي إن موقف إسرائيل سيتجسد في كافة الأعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات صلة، علاوة عن إخبار الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.